أنا اعتزلت المزيكا. السلام عليكم، أنا إبراهيم جاج. في منكم كتير يعرفني وفي منكم دي أكيد أول مرة يشوفني فيها، والنهاردة جاي أحكي لكم قصتي مع المزيكا من أول يوم بدأت فيه لحد النهاردة. اليوم اللي جاي أقول لك فيه إن قررت أعتزل، فتأكد بقى إنك بتشوف الفيديو ده للآخر لو عايز تسمع قصتي، وده علشان في آخر الفيديو ده هقول لك قصة الاعتزال دي هتمشي إزاي. بداية حبي للراب كان وقتها عندي 15 سنة. كنت زي كتير من جيلي بسمع أحمد مكي، كان وقتها مكسر الدنيا في مصر والوطن العربي كله، كان أيقونة حرفيا، ويعتبر هو اللي عرف كتير من الشعب المصري أغاني الراب، يعني تقدر تقول عليه من الناس اللي دخلت الراب في مصر والوطن العربي حرفيا. المهم سمعت مزيكته وأغانيه وحبيتها جدا، وبدأت أحفظها كلها وأغنيها في منطقتي وبين أصحابي وأهلي وكل اللي يعرف. كل اللي كان بيسمعني كان بينبهر وقتها وحب طريقي، لدرجة إن بدأت أتشهر وقتها في دايرتي وبقوا يقولوا عليا مغني الراب، بالرغم من ان وقتها ما كنتش لسه كتبت ولا اغنيه لنفسي، كنت بغني راب ميكي بس. ومن هنا زاد حبي للراب اكتر واكتر، وقررت ان خلاص هغني راب، وبدات ابحث واعرف كل حاجه عن الموضوع ده. اول حاجه عرفتها ان من اهم العوامل عند مغني الراب الشاطر انه يكون بيكتب لنفسه، وفعلا بدات اكتب واكتب واكتب لحد ما وصلت لان اكتب اغاني كامله. كنت مبسوط جدا ساعتها ان وصلت للمستوى ده. كنت بجيب البيت من اليوتيوب عادي واكتب واغني عليه واسجل واعمل كل حاجه على الموبايل بتاعي. معلش نسيت اقول لكم ان وقتها كنت تحت خط الفقر حرفيا، ما كانش في اي فلوس ان اسجل بيها في استوديو احترافي او حتى اشتري كمبيوتر ومايك واشتغل عليهم وامشي الدنيا. وطبعا بما ان وقتها كنت تحت خط الفقر وكان لازم اشتغل علشان اصرف على نفسي وعلى الناس الملزومه مني، وما كانش عندي وقت خالص ان اضيعه علشان اطور نفسي في المزيكا. وده طبعا خلاني، ايوه بالظبط كده، فقدت الامل وسبت المزيكا لكذا سنه. بالظبط سبت المزيكا من 2013 لحد سنه 2024، يعني 11 سنه كاملين. في سنه 2024 بقى كنت خلاص سافرت دبي واستقريت فيها من قبلها بفتره، ودخلت عالم السوشيال ميديا كمان، وبقيت بعمل محتوى على اليوتيوب والتيك توك ومعظم المنصات يعني. وخلاص بقى كنت وقفت على رجل شويه، وبدا موضوع المزيكا يجري في راسي تاني، وبدات ارجع افكر فيه، وقلت لنفسي هو انا ليه ما استغلش وجودي على السوشيال ميديا في ان اوصل مزيكتي للناس. وفي يوم بقى في نفس السنه دي 2024 كنت في ايفنت في دبي مجمع انفلونسرز وناس في السوشيال ميديا، واتعرفت على صاحب جداوي هو كمان بيغني راب. اتعرفنا على بعض وطبعا لقينا ان في بينا عامل مشترك وهو المزيكا، وهو كمان كان مبطل بقاله سنين تقريبا لنفس الاسباب. المهم قررنا انا وهو اننا نرجع تاني للمزيكا، وبدانا نكتب ونجرب ونجرب لحد ما طلعنا تراك من دبي للقاهره، وسجلنا التراك وصورنا فيديو كليب كمان. ومش عايز انسى طبعا البروديوسر الجامد بلال، واللي مشهور بليل يونج بي، هو اللي عمل البيت والميكس والماستر وأيف لنا التراك ده. وفي يوم 1 مايو 2024 كانت بداية الحقيقية وعلى أرض الواقع مع الراب، لأن في اليوم ده نزلنا تراك من دبي للقاهرة. أرقام التراك ده خضتني فعلا، لأن ما كنتش متوقع خالص إن أول تراك ليا ينزل يجيب أكتر من 123 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأكتر من 3000 شخص يستخدموا التراك ده على فيديوهاتهم في التيك توك. وبالمناسبة التراك ده لو دورتوا عليه دلوقتي على قناتي مش هتلاقوه، لاننا شلناه بعدها بفتره، بس لو حابين تسمعوه هتلاقوه موجود على سبوتيفاي وانغامي ومنصات الاستماع. المهم ننتقل للمرحله اللي بعدها. الارقام اللي جات لي على التراك الاول اجبرتني اني ما اوقفش. المزيكا بتفتح لي ابوابها وبتاخدني بالحضن، وناس كتير عجبها مزيكتي وكان لازم اكمل الطريق للنهايه. المهم اتعرض عليا بعدها اعلان مع شركه، والاعلان ده كان موجود فيه مين بقى؟ طارق الشيخ. ايوه بالظبط، هو طارق الشيخ المغني الشعبي المعروف اللي كلنا عارفينه. طارق الشيخ ده يا جماعه ليه معزه خاصه في قلب الواحد، لان حرفيا وانا صغير قد كده كان ابويا بيبعتنا اشتري الشرايط بتاعته قبل النت بقى وقبل التكنولوجيا والتليفونات والكلام ده كله. كان ساعتها بنشتري الشرايط ونشغلها على التسجيل عادي، فانا اللي كنت بروح اشتري الشرايط دي لابويا علشان يسمعه. لفت السنين وبقيت شحط زي ما انتم شايفين، وغنيت مع طارق الشيخ. طبعا مش عايز اقول لكم كميه السعاده اللي كنت فيها لما اتعرض عليا العرض ده. قلت لنفسي ده كده عنب قوي، طارق الشيخ اسم كبير وهيفرق معايا جدا في مشوار، وهينقلني نقله حلوه جدا في رحلتي. وفعلا ما ترددتش لحظه واحده في اني اوافق، ووافقت على الاعلان اللي هغني فيه تاني اغنيه ليا واول اغنيه ليا مع سوبر ستار معروف. وفعلا بعدها على طول اشتغلنا وعملنا تراك الاعلان، وكمان صورنا له الكليب بتاعه وسميناه مركز اول. وفي 15 نوفمبر 2024 نفس السنه نزل تراك مركز اول اللي صورته مع طارق الشيخ. طبعا ما اقولكوش بقى عن النقله النوعيه ليا من ناحيه
الارقام في التراك ده، وده لان الاعلان ده وصل لاكتر من نص مليون مشاهده على يوتيوب واكتر من 50,000 استماع على منصات الاستماع المختلفه. وده خلاني خلاص شبه ادركت ان مكمل 100% في المزيكا ولازم اخد الطريق للنهايه. وبعد النجاح الكبير في اول تراكين ليا من دبي للقاهره ومركز اول، قررت اشتغل على تراك جديد بسرعه جدا وما ضيعش وقت، والتراك ده كان ارض جو. وفعلا اشتغلت على التراك وخلصته، ونزل التراك وبرضه عمل ارقام كويسه جدا وفاجئت، واكيد طبعا فرحتني جدا. وبسبب فرحتي دي قلت خلاص مفيش وقت لانه، وده لان الخطوه الجديده هتكون البوم او اي بي مصغر يعني علشان اكون دقيق. والاي بي ده كان عباره عن 5 تراكات كاملين، وصورنا تراك منهم فيديو كليب كمان. واسماء التراكات دي كانت اول حاجه ماتريكس، وهو ده اللي صورناه ميوزك فيديو، والاي بي كمان كامل اتسمى على اسم التراك ده ماتريكس. اما بقى التراكات التانية فكانت نار نار، كورتيزون، يوم جديد. قبل ما اكمل عايز اقول لكم ان التراك بتاع يوم جديد ده غالي عندي قوي وبحبه جدا، وحتى ما كنتش هنزله اصلا في الاي بي، وكنت هخليه لنفسي بس في النهايه نزل في الاي بي. اما بقى التراك الاخير فكان قفلنا الزوم. المهم الاي بي ده نزل وعمل برضه ارقام كويسه جدا، حرفيا انا ما كنتش متوقع ربع، بس طبعا ربك كريم واداني اكتر ما كنت متوقع. والحمد لله طبعا ان في ناس كتير وصل لها الاي بي ده وسمعته، وفي منهم اللي عجبه وفي منهم اللي اكيد برضه ما عجبهوش، ودي سنة الحياة، مش كل الناس هتتفق عليه. المهم ان في النهاية انه وصل للناس. وعلى فكرة انا من النوع اللي مش بيفرق معايا قوي ان شغلي يعجب كل الناس، في النهاية انا بعمل الحاجة اللي بحبها وراضي عنها. وحتى بعد ما ينزل الشغل لو عجب واحد بس من 100 شخص، بالنسبة لي طالما واحد حب شغلي فده نجاح، والحمد لله طبعا على نعمة الرضا. المهم ان اخدت راحة مش طويلة بعد الالبوم المصغر ده، ورجعت تاني اشتغل على اغاني كتير جدا جدا، كتيرة لدرجة ان حرفيا مش عارف عددها كام. ومن وسط كل التراكات الكتيرة دي نزلت لكم تراك واحد بس، وهو تراك قلب شطاني. وبالمناسبة التراك ده برضو من اكتر التراكات المحببة الى قلبي، وده لان كنت اتطورت فيه جدا عن التراكات اللي قبل. وبرضو التراك ده عمل ارقام مرضية جدا بالنسبة لي وعجب معظم الناس اللي سمعت. التراك ده عدى عليه 5 شهور دلوقتي، وده كان اخر تراك انا نزلته. بعدها انشغلت في حياتي شوية، ولحد النهاردة ما نزلتش تراكات جديدة. اللي انت سمعته بقى ده كله كوم اركنهولي على جنب، واللي هتسمعه دلوقتي كوم تاني خالص. في بداية الفيديو لو تفتكر قلت لك ان بعد ما سافرت دبي واستقريت ووقفت على رجلي، دخلت السوشيال ميديا وبقيت صانع محتوى على يوتيوب هنا وكمان على باقي المنصات، وكنت بقدم محتوى قصص، وحرفيا كنت بجيب ملايين المشاهدات. ملايين المشاهدات دي هي اللي كانت السبب في ارقام المتابعين الضخمة اللي عندي. يعني على يوتيوب هنا مثلا عندي 4.5 مليون مشترك، وعلى فكرة هم كانوا اكتر من كده كمان، وهقول لك السبب دلوقتي وايه اللي حصل. وعلى انستجرام عندي اكتر من مليون متابع، وعلى فيسبوك عندي اكتر من مليون و200 الف متابع، وعلى تيك توك كمان داخل على مليون متابع. ده غير كواي طبعا لو تعرفوه عندي اكتر من 700 الف متابع عليه. حرفيا كل الجمهور اللي انت شايفه ده انا جمعته من محتوى القصه. القناه اللي انت فيها دي حرفيا فيها اكتر من 1500 قصه انا مدخلهم على الخاص. يعني حرفيا محتوى القصص ده هو اللي عملني، وهو اللي عمل اسمي على السوشيال ميديا، وكان هو فتحه الخير عليا، مش المزيكا زي ما كنت متوقع ان هقول لك، او زي ما كل الناس متوقعه. اول ما فكرت ان ادخل عالم الراب والمزيكا، اخدت اغبى قرار ممكن اخده في حياتي، وارتكبت اكبر خطأ في حق نفسي وفي حقكم انتم الناس اللي بتتابعني علشان تسمع القصص مني. والقرار الغبي اللي اخدته ده هو ان مسحت حياتي كلها كصانع محتوى، وبعد ما مسحت حياتي دي كلها كصانع محتوى حولتها الى فنان ارتست عشان اكون مغني الراب ابراهيم جاج. اتبطرت حرفيا على نعمة ان صانع محتوى بيتابعني ملايين الناس وبيحبوني. استعريت من ان يتقال عليا صانع محتوى علشان كنت فاكر ان لما هيتقال عليا فنان هبقى كده جامد ومفيش مني اتنين. بالرغم من ان مهنة صانع المحتوى في المجتمع الديني، بلاش المجتمع العام، تعتبر اشرف بكتير من مهنة المغني. في النهاية كلنا مسلمين وعارفين ان الاغاني مش مستحبة قوي في ديننا. ممكن تغني عادي، انا مش بقولك ما تغنيش، انا نفسي بغني، بس اهم حاجة لما تغني ما تضرش نفسك، وما يكونش ده على حساب مهنتك اللي انت عايش منها واللي الناس بتحب تشوفك فيه. الطريق ده والخطة الغبية اللي مشيت عليها دي ما صلحتش حياتي، بالعكس ده بوظتها. وده لان ما كانش المفروض انا اعمل كده من الاول، كان المفروض افصل. كان المفروض افصل بين الحاجة اللي انا بحبها واللي الناس بتحبها مني واللي انا عايش على حسها، وبين المزيكا اللي هي هوايتي المفضلة من وانا صغير وبحبها جدا وبلاقي نفسي فيه. بس طبعا بالحركة الغبية اللي انا عملتها دي انا وليت المزيكا ودمرت بيها الحاجة اللي عملتني اصلا واللي الناس بتحبها، واللي هي المحتوى. من شوية انا قلت لكم ان القناة اللي انتوا فيها دي كان فيها اكتر من 4.5 مليون مشترك.
حرفيا انا خسرت اكتر من 200 الف متابع من بعد القرار الغبي اللي اخدته ده. 200 الف شخص لغوا متابعتي بعد ما غيرت طريقي ومحتوى قناتي. الناس اللي سابتني ولغت متابعتي دي ما بتحبش المزيكا، الناس دي كانت بتحب القصص البسيطه اللي كنت بقدمها، الناس اللي ما بتاخدش بالمظاهر، الناس اللي مش عايزه تشوفني الفنان الجامد اللي ما فيش منه اتنين في الكوكب، اللي بيستعرض عضلاته في الاغاني. الناس دي عايزه ابراهيم جاجا البسيط اللي بيسمعوا منه قصه بيحبوها وبيسلوا وقتهم بيها وبيستفيدوا منها ويتعلموا. الناس البسيطه اللي عايزه حد بسيط زيهم يحسوا معاه انهم شبهه وهو شبهه. وده طبعا خلاني اعيد حساباتي واقعد مع نفسي وراجع واشوف ايه هو الصح واللي المفروض اعمله واعمله. وانا يا جماعه والله شبهكم ومنكم، وبالعكس يمكن اكون ابسط واقل منكم بكتير قوي كمان. انتم احسن مني بكتير. عارفين ليه انتوا احسن مني بكتير؟ لان بالحركه اللي انتوا عملتوها لما في ناس كتير لغت متابعتي وعيتوني على الصح واللي المفروض اعمله، فوقتوني وخلتوني اخد بالي من الحركه الغبيه اللي انا عملتها علشان اصلحها والحق نفسي قبل ما تبوظ خالص وقبل فوات الاوان. وعلشان كده جاي اقول لكم النهارده ان خلاص هرجع لكم ابراهيم جاجا بتاع زمان تاني، وهرجع اعمل لكم القصص اللي انتوا بتحبوها. ومن النهارده القناه دي هتكون قناه ابراهيم جاجا اللي بيقدم محتوى قصص بتاع زمان، القصص اللي بتسلي وقتكم وبتستفيدوا وبتتعلموا منها. اما بقى بالنسبه للمزيكا فانا اعتزلت المزيكا على القناه دي، ومن النهارده مش هنزل اغاني تاني خالص على القناه دي. القناه دي هتكون مخصصه للقصص وبس، ووعد مني الفتره الجايه مش هسبب لكم اي ازعاج تاني على القناه دي. وبالنسبه للاغاني اللي موجوده بالفعل على القناه هنا اسمحوا لي ان اسيبها زي ما هي وما امسحهاش، وده لان وجودها الفتره الجايه هيكون لي لازمه مش زي زمان ما كانش له لازمه. وده لان قررت ان كل الارباح اللي هتيجي من الاغاني اللي موجوده على القناه دي هنخصصها للاعمال الخيريه ولمساعده اخواتنا المحتاجين في كل مكان في الوطن العربي، وكل اخواتنا المسلمين المحتاجين في كل مكان في الدنيا. اما بقى بالنسبه للناس اللي حبت الاغاني بتاعتي وبقت بتسمعها باستمرار ومستنيين مني اغاني جديده، انا مش هغدر بيه. زي ما انتوا بتحبوا تسمعوني انا بحبكم جدا ومش هخذلكم ولا هزعلكم، بس زي ما اتفقنا الفتره الجايه اغانينا هتكون لها لازمه مش زي زمان ملهاش لازمه. وده لان بالفعل عندي قناه تانية غير دي، والقناه دي اسمها جاجا ميوزك وهسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو. دي هتكون قناه المزيكا بتاعتي واللي هتكون مختلفه عن القناه دي. تقدروا تروحوا تتابعوني عليها دلوقتي وتستنوا اغاني جديده هتعجبكم جدا، وده علشان ما نسببش اي ازعاج للناس اللي بتحب تسمع قصص هنا وما بتحبش المزيكا. انا بحب الراب جدا زيكم وما اقدرش استغنى عنه، وده لانه الحاجه اللي بلاقي راحتي فيها او تقدر تقول هوايتي المفضله. بس برضه هفضل اعيد واكرر اغانينا الفتره الجايه هتكون لها لازمه مش زي زمان ملهاش لازمه. وده برضه لان كل الارباح اللي هتيجي على القناه الجديده بتاعه المزيكا زي ما اتفقنا هتطلع مساعدات لكل اخواتنا المحتاجين في كل الدول العربيه ولاخواتنا المحتاجين في كل بلاد المسلمين. يعني اتاكدوا دايما انكم لما هتسمعوا اي اغنيه جديده هنزلها على القناه الجديده بتاعه الاغاني حرفيا انت هتكون واحد من الناس اللي بتساهم وبتساعد في مساعده اخواتنا المحتاجين في كل مكان. يعني حرفيا بمجرد انك تسمع اي اغنيه جديده هناك مش هكون انا اللي بعمل الخير ده لوحدي، لا هنبقى كلنا حرفيا مشاركين فيه. وفي النهايه الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير الامور الوسط. وانا دلوقتي قلبي مرتاح علشان اخيرا فقت وقدرت امسك العصايه من النص، وده لان رجعت القناه دي لاصلها وللقصص اللي انتوا بتحبوها علشان انا ماليش غير. وكمان خصصت قناه تانية للمزيكا وللناس اللي بتحب تسمع اغنيه، وفي نفس الوقت هنستعملها في الخير لكل اخواتنا المحتاجين في كل مكان. ويا رب بقى بالقرار اللي انا اخدته ده اكون وفيت لكم ولو جزء صغير من اللي عملتوه معايا طول السنين اللي فاتت دي. ونصيحتي ليك لو انت صانع محتوى وعايز تدخل عالم المزيكا او اي عالم تاني يا سيدي، ادخل واعمل اللي انت عايزه، ادخل بصدرك كمان، بس اوعى تخسر الناس اللي عملتك، واوعى تبطل تعمل لهم الحاجة اللي هم بيحبوها منك واللي نجحوك بيها. الاحسن انك تفصل بين الاتنين، اعمل الحاجة اللي نجحتك وفي جنب تاني يا سيدي اعمل الحاجة اللي نفسك تعمل. وعلى فكرة كل اللي حكيته لكم ده مش كل حاجة حصلت معايا في رحلتي في المزيكا الفترة اللي فاتت، لا حصلت حاجات كتير قوي، حاجات حلوة وحاجات وحشة وخذلان ونصب. ايوه بالظبط انا اتنصب عليا، ومش من واحد ولا اتنين، من اكتر من كده. واكيد طبعا هبقى احكي لكم الحاجات دي كلها في فيديوهات منفصله لوحدها علشان لو اي حد حب يدخل العالم ده يركز كويس وما يقعش في نفس الاخطاء اللي انا وقعت فيها. بحبكم جدا والله بحبكم، وادي بوسه كبيره، وانتظروا قصص كتير الايام الجايه هتعجبكم. سلام.